안녕하세요. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي دالشيك دان. النهارده احنا هنروح مطعم كوري ونعمل عليه ريفيو مع بعض، وهو مطعم هنا باربيكيو. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتابعوا لاخر الفيديو. دي بالنسبه لي الصراحه مش اول مره اروح فيها هنا، انا روحته كتير قبل كده، وده كان اول مطعم كوري انا اروحه، ولحد دلوقتي ما زلت بروحه وبحبه جدا. الاجواء بتاعته يعني سيمبل جدا وبسيطه قوي، لدرجه ان انا بحس ان انا قاعده في البيت. كل الديكورات فيه ديكورات كوريه وحاجات تقليديه وقديمه، فبيديني فايب كده كاني قاعده في مطعم شعبي من المطاعم اللي موجوده في كوريا. المطعم ده المنيو بتاعه كبير جدا، فيه كمية أكلات وكمية فرايتيز تقدروا تختاروا منها بشكل رهيب. الصراحة أنا كل مرة بروحه دايما بحتار، مع إني روحته كتير جدا قبل كده، بس الحاجة الوحيدة اللي لازم دايما أطلبها هو الطبق اللي وقعني في حب المكان ده، والطبق اللي حببني أولا في الأكل الكوري عامة، وهو البيبيمباب. طلبت كل الحاجات اللي أنا عايزاها، وطبعا كان أهم حاجة فيهم البيبيمباب زي ما قلت لكم. اللي بيميز المطعم ده كمان ان هو مش بس للاكلات الكورية او مطعم كوري، لا ده كمان بيقدم اكلات صينية او الاكلات الصينية المشهورة في كوريا زي الجاجاميون والجامبونج والحاجات دي. وبجد من اكتر الحاجات اللي بحبها عندهم هناك هي البانشان او السايد ديشز، وبما انه ستايل كوري جدا والاونر بتاعته كوريه، فهم دايما بيدوا السايد ديشز فور فري زي في كوريا. وبجد من احلى السايد ديشز اللي انا دقتها في مصر كلها او في المطاعم الكوريه اللي موجوده في مصر، وكل مره بتبقى مختلفه مع ثبات طبعا بعض الاطباق، لان الخضروات بتبقى على حسب السيزون، بس دايما بيبقى في حاجات اساسيه زي طبعا الكيمتشي لا يمكن ان هم يبدلوه، وبعض الاطباق التانية. كان اول سايد ديش معمول من الكرومب والمايونيز، كانت حاجه شبه الكولسلو كده بس بالطريقه الكوريه، فطعمه كان لذيذ. تاني حاجه كانت الهوباك كيمتشي او الكوسه المسلوقه المعموله بطريقه الكيمتشي، وبجد بيبقى طعمها لذيذ برضو. وبعد كده الاوي موتشيم اللي هي سلطه الخيار الكوريه الحاره، شيكيمتشي نامول وهي الطبق الجانبي بتاع السبانخ اللي بيبقى متبل بزيت السمسم، وطبعا البيتشو كيمتشي او الكيمتشي اللي بالكرومب اللي هو الكلاسيك. جماعه ده ماي فيفورت، ودايما باجي المكان ده بحب الكيمتشي بتاعهم جدا وبيبقى مظبوط قوي. بعد كده عندنا الكوكوما تشوريم او الطبق الجانبي بالبطاطا الحلوه، بجد طعمه تحفه وبيبقى لايق جدا مع الكيمتشي. يا جماعه دول بجد اكتر طبقين جانبيين انا بحبهم جدا في المطعم ده. واللي بعديه كان الميكسد فيجيتابل سايد ديش، ده كان حاجه عامله زي السلطه كده، كان ساور شويه وكان طعمه حلو. اخر حاجه خالص بيبقى طبق جانبي كده معمول من البطاطس، هو بيبقى بلين قوي، في ناس ممكن تحبه وناس لا، الصراحه مش افضل حاجه بالنسبه لي بس لطيف. بعد كده طلبت توك بوكي وكيمباب، ده غير طبعا البيبيمباب لسه هينزل. طبعا التوك بوكي فظيع، انا اول مره جربته في المطعم ده الصراحه ما عجبنيش خالص، كانت الكواليتي بتاعتهم مش احسن حاجه، بس من فتره قريبه اتخذت القرار ان انا اجربه تاني في المطعم دوت، وبجد طلع حاجه تانية تماما، طلعت تحفه وظبطوا الطعم جدا. وماي فيفورت طبعا الكيمباب، عايزه اقول لكم ان انا اول مره اجرب فيها الكيمباب برضو كانت في المطعم ده، بس الكيمباب عامه مش كل الناس بتحبه من اول مره زي كده. في الاول كنت كلته كان غريب عليا، ما كنتش مستطعمه قوي. بعد كده اكتشفت ان هو ادمان ولازم الواحد ياكل منه مره واتنين وتلاته، وبجد يعني بقى من افضل الاكلات الكوريه عندي. ويا سلام بقى لما بيتغمس في الصوص بتاع التوك بوكي، بيبقى بجد حاجه فظيعه. واخيرا البيبيمباب وصل. اكتر حاجه بحبها في المكان ده ان هما بيقدموه بالستايل الكوري في نفس الطبق التقليدي اللي بيتقدم فيه البيبيمباب، وبيبقى جاي سخن جدا وبيسيزلين كده، وطبعا بيبقى جاي معاه صوص الكوتشوجانج علشان يتحط عليه ويتقلب. وبجد يا جماعه دي احسن فقره بالنسبه لي، ان انا اقعد اقلب البيبيمباب اللي مليان بالخضار والبروتينات وسخن كده، الواحد بياخد اول بايت بيدوب. وده الطبق اللي دايما برشحه لاي حد اول مره في حياته يجرب الاكل الكوري، لانه مليان بالاطعمه الكتيره، فيه خضار فيه بروتين فيه رز فيه الصوص بتاعه المميز، فبجد طعمه بيبقى لا يقاوم، وبيبقى برضو طعمه مألوف شويه بالنسبه لحد لسه اول مره يجرب الاكل الكوري. ومن اكتر الحاجات اللي بحبها جدا في المطعم دوت ان انا بحس فعلا كاني
قاعده في البيت لان هما بيقدموا فاكهه فور فري بعد كل اكله، وبحس ان حرفيا مامتي بتديني يعني فاكهه بعد الغدا كده، حتى لو كانت حاجه بسيطه ومتواضعه بس بيدوا الفاكهه بتاعه الموسم وبيفرحونا ولو بحاجه بسيطه. فلو انتم ما جربتوش الاكل الكوري قبل كده وخايفين تاخدوا التجربه، بقول لكم يا جماعه مكاني دوت، لا خدوا التجربه لان بجد الاكل الكوري لذيذ جدا، وتجربه المره دي كمان كانت حلوه قوي. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. تمام بايو.